غريب أوي إن ربنا سبحانه وتعالى يحُط حد في موقف، وبعدين يقول لنا لولا إنه قال الذكر ده كنت خلّيته في الموقف الصعب ده إلى يوم القيامة. سيدنا يونس لمّا دخل بطن الحوت ربنا سبحانه وتعالى قال لولا إنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا إنه بس قال الذكر ده أنا كنت هاخلّيه في بطن الحوت إلى يوم البعث. إيه الذكر اللي ممكن يخرّجك من الغم اللي أنت فيه وينجّيك من مشاكلك، واللي لو ما قُلتهوش ممكن من غيره أنت فعلًا تفضل في مشكلتك دي لحد ما تموت ولحد يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغرب جدًا ليه الذكر ده، ليه المقام ده؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى نجّى سيدنا يونس من حاجة صعبة جدًا زي كده إحنا حتى أصلًا مش قادرين نتصورها بالذكر ده. إيه اللي في الذكر ده خلّى ربنا سبحانه وتعالى يغفر لسيدنا يونس ويخرّجه على البر ويهدي له قومه كمان؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قُلنا إن كل ذكر مقامه وأهميته بتيجي من تعزيزك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى، وإنك تدرك مقامك كعبد لله سبحانه وتعالى، وتطلب منه المغفرة والسماح على اللي أنت بتعمله من أخطاء. لا إله إلا أنت ده ذكر التوحيد والخضوع والاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. سبحانك يعني يا رب تنزهت عن كل نقص وكل عيب في كل حاجة أنت بتعملها وكل أسمائك وصفاتك. إني كنت من الظالمين، أنا اللي ظلمت نفسي يا رب، أنا اللي عملت حاجة غلط. اعترفت بذنبي واعترفت إن أنا أخطأت في حق الكريم العظيم سبحانه وتعالى. فلما إنسان يبتدي يبقى جواه المعتقدات دي يوحد الله سبحانه وتعالى ويكون في قمة الخضوع مهما كان الظرف اللي ربنا حطك فيه أو القدر اللي ربنا كاتبه عليك. لما يكون الإنسان في منتهى الخضوع، لأن قلنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. يعني إيه؟ يعني ما حدش تخضع له بحب غير ربنا سبحانه وتعالى في كل حياتك وعباداتك. فلما تقول له يا رب أنا خاضع لك وبحب وراضي بكل لا إله إلا الله سبحانك، أنت يا رب منزه عن كل نقص في أسمائك وصفاتك. إني كنت من الظالمين، أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطت يا رب، أنا اللي ظلمت نفسي وما ربك بظلام للعبيد. أول ما تثني على ربنا سبحانه وتعالى وتبقى فعلا فاهم مقام ربنا سبحانه وتعالى كده، أول ما تبقى عارف مقام نفسك كعبد كده ومقام أخطائك وإزاي إن هي بتدخلك في مشاكل كتير وممكن تجيب لك ابتلاءات كتير جدا، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى عليك. عشان كده كنا قلنا إنه أي ذكر بنقوله يحط معتقدات عن الله ومعتقدات عن نفسك أنت محتاج إنك تعتقدها عن نفسك. لا إله إلا أنت سبحانك بيدوا معتقدات عن الله سبحانه وتعالى في التنزيه والخضوع ليه سبحانه وتعالى والتوحيد والاستسلام. بيبنوا جوانا المعتقدات دي عن الله سبحانه وتعالى وعن عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. إني كنت من الظالمين دي جواك معتقدات إن كتير جدا من أخطائنا وذنوبنا وبتكون سبب لكتير من المشاكل اللي إحنا فيها. ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد. استغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب إليه فربنا سبحانه وتعالى يقبلك. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك ننجي، يعني ده مش لسيدنا يونس بس، ده لكل حد قال زيه وكذلك ننجي المؤمنين. الغم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجا منه سيدنا يونس، الغم هو الحاجة اللي فاتت، الحاجة اللي حصلت، الحاجة اللي أنا فيها بالفعل، مش الحاجة اللي لسه هتحصل. الحاجة اللي لسه هتحصل هم، الحاجة اللي حصلت وأنا متأثر بيها هي الغم. فلما يبقى عندك غم قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيها توحيد لا إله إلا الله، وفيها تنزيه لله سبحانه وتعالى، وفيها استغفار بالفعل.